دي ان اي تشيب. وشنو يعني شريحة الدي ان اي؟ لا مو اللي يبالك، مو شريحة طبية ولا جينات ولا تحليل دم، لا مو دي ان اي اللي بالك. احنا نتكلم هني عن دي ان اي بس مال الفيب، مو شغل كلينيك ولا دكاترة. وراح فهمك اياها بكل اختصار. الدي ان اي تشيب هو شريحة ذكية مثل كمبيوتر داخل جهازك. اللي قلت اشرحها لكم مع انه فاقدينه من زمان بسبب انه راح ينزل قريبا مع شركة اوكسفا جهازهم البروتو اس دي ان اي. شنو هو تشيب الدي ان اي؟ هي شريحة ذكية تصير داخل جهاز الفيب، تعطيك سحبة مضبوطة، نكهة ما تتغير، وتعيشك اجواء الخمس نجوم بالفيب. يعني واضرب لك اياها مثال، كأنك جاي تاكل وجبة انت تحبها وكل شيء مسوينه لك بأدق التفاصيل وألذ التفاصيل. هذه السحبة من جهاز في تشيب دي ان اي. هالتشيب البطارية يوفرها لك، والحرارة يحسبها لك، والكويل اللي داخل البود نهائيا ما يحرقه. يعني اذا تستخدم جهاز في تشيب دي ان اي مستحيل راح يجيك دراي هيك شيء يخليك تروح تشرب ماء حنفيه، مستحيل. من ميزاته انه فيه تحكم حراري دقيق، سحبه ثابته وموزونه وناعمه، والامان فيه عالي نهائيا ما راح تلبس دراي هيت. بطاريته تقعد وياك لان هالشريحه اساسا توفر البطاريه. كنت قاعد تستخدم جهاز دي ان اي، انت قاعد تستخدم كمبيوتر صغير بين يدينك يحسب لك كل شيء بالمسطره والقلم. اللي ناقص فيه بس انه يسحب مكانك من كثر ما هو حاسب لك كل شيء بكل دقه. بكل اختصار تشيب الدي ان اي مو بس حق مبتدئين، لا حتى المحترفين القدامى يحبون هالشيب لانه موزون بالسانتي، يعطيك اقصى نكهه وامان، نهائيا ما تلبس درايت. فصراحه هذا هو التطور في اجهزه الام تي ال. وايد صار لنا فتره طويله ما قاعد نشوف تطور جديد، هذا التطور اللي راح يغير الموضوع كله. انسى تلبس درايت. اوكسفا دي ان اي، وانتظروا التجربه والريفيو. اذا انت راعي ام تي ال واستخدمت جهاز فيه دي ان اي بالضبط انت في اي بي. وهذا هو تشيب الدي ان اي بكل اختصار يا اكسلانس. السحبه اللي انت تحبها من تاخذها من الجهاز تخزنها، يعطيك اياها كل سحبه نفسها، نفس ذره الحراره، قوه الواط، وايصال النكتين بالضبط. في اي بي.